السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي. يا ريت لو أول مرة تشوف القناة بتاعتي تشتركوا في القناة من خلال كلمة اشتراك، وطبعا تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. بإذن الله هنشرح النهاردة أهم درس أساليب وتراكيب. الدرس ده مهم جدا لطلبة، أقول لكم من تانية ابتدائي. من تانية ابتدائي بناخد الدرس ده، ولكن كل ما بنكبر في المرحلة العمرية كل ما بيزيد أو بيوسع مننا أو بناخد فيه معلومات أكتر. فالدرس ده مهم جدا، يعتبر هو حجر الأساس في اللغة العربية. يعني هو أهم درس في اللغة العربية. لو ابننا أو بنتنا فيهم أقسام الكلام هيسهل عليهم كتير جدا. هيسهل عليهم اللي هم يعرفوا الجملة دي جملة اسمية ولا فعلية. هيسهل عليهم اللي هم يستخرجوا الأفعال ويعرفوا نوعها. هيسهل عليهم اللي هم يستخرجوا الأسماء ويقولوا علامتها. هيسهل عليهم اللي هم يعرفوا الحروف ويفرقوا ما بينها. يعني الدرس ده مهم جدا جدا، يعتبر نص الأساليب والتراكيب أو نص دروس النحو قايمة على الدرس ده أو قائمة على الدرس ده. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل الكتاب بقى على جنب كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه أقسام الكلام؟ اي كلمة احنا بنقولها، الكلام اللي احنا قلناه في المقدمة، اي كلام احنا بنسمعه، اي كلام احنا بنطلعه من بقنا وبننطقه بلساننا هو كلام. فقال لنا الكلام ده اما يكون اسم او فعل او حرف. هناخد كل حاجة من التلاتة دولت ايه هي وايه هي علامتها، وامتى لما نشوف الكلمة ده نحكم عليها هل هي اسم، هل هي فعل، هل هي حرف. وده مهم جدا جدا عشان بياخدنا فيما بعد للجملة الاسمية والجملة الفعلية. طيب ايه هو الاسم؟ كده بنبدأ بالاسم. هو كل ما دل على اسم انسان او حيوان او نبات أو جماد أو مكان أو صفة. يعني إيه الحاجات دي؟ قال لنا الاسم هو أي حاجة بتدل على اسم إنسان، اسم حيوان، اسم نبات، اسم جماد، اسم مكان، اسم صفة. يعني إيه اسم إنسان؟ أي اسم إنسان، أي اسم ولد، أي اسم بنت، أي اسم راجل كبير، أي اسم ست كبيرة، زي أحمد، محمد، زينب، سارة مثلا، فاتن. أي اسم من ده هو اسم إنسان. طيب اسم حيوان أي حيوان أو طيور بتنطبق تحت الحيوانات. يعني مثلا إيه؟ هنقول هدهد، حمامة، عصفورة، غزالة، أسد، نمر، فهد. أي حاجة من دي هي اسم حيوان. اسم نبات أي حاجة بتزرع في الأرض هي نبات. زي إيه؟ زي مثلا فواكه، إن الخضروات، الخضار، أي حاجة من دي هي نبات. زي مثلا جرجير، خس، جزر، فاصوليا، لوبيا، بطيخ، فراولة، برتقال، مشمش. أي حاجة من دي هي نبات. طيب جماد أي حاجة غير عاقل، زي ترابيزة، منضدة، قلم، كراسة، كتاب، وردة. الحاجات دي اللي هي الغير عاق، أو فازة مش هنخليها ورد. طيب المكان اسم مكان يعني أي حاجة بتدل على مكان، زي مثلا الدقهلية، المنصورة، القاهرة، عمان، السعودية، المسجد، المسرح، المدرسة، المستشفى. كل دي بيدل على مكان، اسم يدل على مكان. صفة يعني بنوصف حاجة، زي ما أقول لذيذ، طويل، سريع، جميل، سريع، بطيء. أي حاجة من دي، قصير، أي حاجة من دي فهي صفة. طيب افرض جالنا احنا كلمة لا هي اسم إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا مكان ولا صفة، بنعرفها ازاي؟ قال لنا الاسم ده هو له حاجة اسمها علامات. يعني ايه علامات؟ يعني حاجة بتميزه، حاجة بتقول لنا اللي ده هو اسم. زي ايه؟ زي الالف واللام. عمرنا ما لقينا فعل بيدخل عليه الالف واللام، لا هي الاسم بس اللي بيجي عليه الالف واللام. زي مثلا ما اقول الشجرة، المنضدة، الشباك، المعلمة،
السبورة، القلم. يبقى أي كلمة لقيناها بادئة بالألف واللام، سواء الألف واللام القمرية أو الشمسية، لو سواء ألف ولام قمرية أو الشمسية فهي على طول اسم. يبقى أي كلمة بادئة بالألف واللام، الألف واللام القمرية أو الألف واللام الشمسية، فهي على طول اسم. طيب أنا عايزة أعرف علامة تانية غير الألف واللام. افرض ما جاش فيها ألف ولام، زي كلمة مثلا وردة، زي كلمة مثلا كراسة، زي كلمة مثلا صفحة. افرض ما جاش فيها ألف ولام ويجا فيها تاء مربوطة، يبقى تاني علامة من علامات الاسم معانا اللي هي قبول التاء المربوطة. الكلمة بيجي فيها تاء مربوطة في الآخر فبتبقى على طول اسم. يبقى أول علامة معانا الألف واللام، تاني علامة معانا التاء المربوطة، سواء التاء المربوطة المتصلة أو التاء المربوطة اللي بتيجي لوحدها كده مش شابكة في الحرف اللي هي جاية من بعد الحروف الرافصة زي دي كده. طيب يبقى التاء المربوطة بالشكل ده أو التاء المربوطة بالشكل ده. ثالث علامة معانا اللي هي التنوين. احنا أخدنا قبل كده اللي التنوين 3 حاجات: تنوين بالفتح، تنوين بالكسر، تنوين بالضم. وقلنا التنوين ده نون ساكنة بتنطق ولا تكتب. يعني لما احنا نقول مثلا شجرة، احنا نطقناها نون بس ما كتبناهاش نون، يعني ما كتبناهاش بالشكل ده زي ما احنا بننطقها شجرة. لا طبعا دي غلط، لكن احنا بننطقها بس وما بنكتبهاش شجرة. ها، شجرة، شجرة. يبقى أي اسم معانا بيجي فيه التنوين أو بيقبل التنوين فهو اسم على طول. عمرنا في حياتنا ما هنلاقي فعل منون، الأفعال لا تنون، الأسماء بس هي اللي بتنون، الأسماء بس هي اللي بيجي فيها ألف ولام، الأسماء بس هي اللي بيجي فيها تاء مربوطة. رابع علامة معانا اللي هي يسبقها حرف جر. يعني ايه يسبقها حرف جر؟ يعني اي اسم قدامه حرف من حروف الجر، سواء حروف الجر المنفصلة او المتصلة، بيبقى على طول هو اسم. زي ايه حروف الجر؟ اللي هي في، من، الى، عن، على. طب ايه هي حروف الجر المتصلة؟ اللي هي الكاف، اللام، الباء. يبقى اي اسم بيجي فيها حرف من حروف الجر سواء منفصلة او سواء متصلة يبقى على طول ده اسم. زي ما اقول وضعت الكتب على المكتب. هنا كلمة المكتب اسم، من علامتها ايه؟ اللي هي سبقت بحرف جر اللي هو على، وسبقت بالالف واللام او جاي فيها الف ولام برضو او قبلت الالف واللام. زي ما اقول وضعت الكتب مثلا في الحقيبة. كلمة الحقيبة هنا اسم، علامته ايه؟ علامته التاء المربوطة، وعلامته اللي هو اجى قبله حرف جر. وقف العصفور على الشجرة. مثلا أريد أن أصبح طبيبا كأبي. الكاف هنا اللي هي قدام أبي ده حرف جر، يبقى أبي هنا اسم على طول عشان سبق بحرف جر. يبقى دي رابع علامة اللي هي يسبقها حرف جر. طيب خامس علامة معانا من علامات الاسم يسبقها أداة النداء. أي اسم بنلاقي جاي قدامه يا، يا مفيش اسم ما بيجيش قدامه يا. يعني عمرنا ما لقينا فعل ويجي قدامه يا، الأسماء بس هي اللي بيجي قدامها يا. زي ما أقول يا مصر، يا أمي، يا أبي، يا إياد، يا أمنية. أي اسم بنادى أو منادى هو اللي بيجي قدامه يا، بس مفيش فعل خالص بيجي قدامه يا. عمرنا ما نقول مثلا يا يأكل، أو يا اذهب، أو يا ترسم، أو يا مثلا تصعد. لا طبعا عمرها ما جت قدام فعل. يا على طول بتيجي قدام اسم اللي هي أداة النداء. يبقى تاني من علامات الاسم 5 علامات بتيجي فيها ألف ولام، بيجي فيها تاء مربوطة، بيجي
بتيجي الكلمة منونة أو بتقبل التنوين. رابع حاجة بيجي قبلها حرف جر، بيجي قبلها أداة نداء، وده خامس حاجة وآخر حاجة. طيب ايه هو بقى؟ كده خلصنا الاسم. وطبعا الجملة اللي بتبدأ باسم على طول، الجملة التي تبدأ باسم هي جملة اسمية. الجملة التي تبدأ باسم هي جملة اسمية، عشان لما يجي يقول فرق بين أنواع الجمل واذكر السبب، هنقول هي اسمية ولا فعلية. وليه اسمية؟ يبقى عشان بدأت باسم على طول. طيب يبقى الجملة اللي تبدأ باسم هي جملة اسمية. طب هنيجي عند الفعل. ده فعل أو حدث بيرتبط بزمن معين، حدث يرتبط بزمن معين. زي ايه مثلا؟ زي مثلا أكلاه، ده خلاص واحد أكل وخلص خلاص. لما أقول أكل الضيف، الضيف يجي وأكل وخلص خلاص، يبقى ده كده مرتبطة بزمن الماضي. طب لما أقول يأكل، يبقى ده لسه إيه؟ لسه قاعد بيأكل. الولد يأكل طعامه، أو الولد يأكل مثلا سندوتشاته، أو الولد يأكل غذائه. طيب يبقى احنا كده لسه ده لسه بيستمر، لسه مستمر في حديثنا في الحدوث. لما أقول لك كل مثلا ما أمامك مثلا، أو كل سندوتشاتك، أو كل طعامك، أو تناول طعامك، أو أي حاجة من دي بأمرك، يبقى أنا لسه بأمرك إن أنت تقوم بالحاجة ده. يبقى الفعل هو حدث يرتبط بزمن معين، إما يكون ماضي، إما يكون مضارع، إما يكون إيه؟ أمر. يعني إيه فعل ماضي؟ يعني فعل حدث وانتهى، فعل حدث وانتهى. زي ما أقول أكلا، زي ما أقول شربا، زي ما أقول مثلا نجحا، زي ما أقول ناما، رسما. يبقى فعل خلاص مدة حدوثه حصلت وخلصت خلاص، ما بتحصلش لسه الوقت، لا ده خلصت خلاص. شرب من زمان، أكل من زمان، نجح، صعد، هبط، وهكذا. طب الفعل المضارع، الفعل المضارع فعل ما زال يحدث ومستمر في حدوثه. زي مثلا ما أقول يأكل، يشرب، ينجح، ينام، يرسم أو ترسم لو هي بنوتة، أو مثلا تنجح لو هي بنوتة، وهكذا. يبقى فعل ما زال يحدث. طب الفعل الأمر عند طلب القيام بفعل ما، زي ما أقول إيه مثلا ارسم، كل، زي ما اقول صلي، زي ما اقول مثلا اسجد، زي ما اقول مثلا اركع، زي ما اقول مثلا ذاكر، زي ما اقول مثلا رتبي، زي ما اقول مثلا ذاكري. كل دي افعال امر طبعا، سواء المذكر او المؤنث. يبقى احنا كده خدنا الفعل هو اللي بيرتبط بزمن معين. فعل ممكن حصل وخلص يبقى ده ماضي خلاص، فعل لسه بيحصل ومستمر في حدوثه يبقى مضارع، فعل بطلب من حد اللي هو يقوم بيه، او امر اللي انا بطلب من حد اللي هو يعمله، يبقى ده فعل امر. هنيجي عند اخر حاجة اللي هي الحروف. الحروف هي الحاجة اللي ملهاش معنى غير وهي موجودة في جملة أو في سياق الجملة. يعني كلمة ليس لها معنى بدون الجملة. إزاي؟ يعني لما أنا أقول في إيه، هتقولي في إيه؟ هسكت مش هتفهمي أنا عايزة أقول إيه. لما أقول مثلا، لما أقول على، هتقولي على إيه؟ لو جبتها في جملة هتفهمها أنا أقصد إيه. لما أقولك مثلا وضعت الحقيبة على مثلا المكتب، هتعرفي كده أنا أقصد إيه. لما أقولك مثلا ثم، هتقولي ثم إيه، كملي كلامك. فلازم الحرف يجي في جملة عشان أفهم هو معناه إيه أو يقصد بإيه. الحروف نوعان، حروف جر وحروف عطف. احنا خدنا حروف الجر الوقت ذكرناها في الاسماء، قلنا اما تكون منفصلة او متصلة، واللي هم 8 حروف، في، من، الى، عن، على، والكاف واللام والباء، والاسم اللي بيجي بعدها على طول اسمه الاسم المجرور. طيب الحروف او حروف العطف اللي هي الواو، فاء، ثم، أو، وطبعا دي من حروف العطف، وكل حرف ليه طبعا
استعمال معين، مش كل ما يقول أكمل بحرف عطف مناسب ممكن نحط له الواو زي الفاء زي ثم زي أو، لا كل حاجة لها حاجة معينة. زي ما أقول مثلا أحب التفاح والمانجو. أنا بحب التفاح والمانجا، بحب الاتنين دولت أوي أوي، بحبهم الاتنين. يبقى هنا الواو عندنا هنا حرف عطف بيفيد ايه؟ الترتيب والمعية والمشاركة. يعني أنا بحب الاتنين ده هما مع بعض. أذهب أنا وأمي إلى السوق. ده حرف عطف يعني بيفيد اللي أنا ومامتي رحنا السوق مع بعض، يبقى بيفيد المشاركة. طيب تاني حرف معانا اللي هو ثم، بيفيد الترتيب والتراخي. يعني ايه الترتيب والتراخي؟ يعني بعمل الحاجة الأولانية وبقعد استنى شوية على ما الحاجة التانية تحصل. زي ما أقول مثلا ذهبت إلى المدرسة ثم ذهبت إلى التمارين، أو ثم التمارين. يبقى أنا رحت المدرسة وبعدين رجعت من المدرسة وبعدين غيرت هدومي وبعدين ممكن نمت شوية أو ما نمتش، وبعدين ممكن اتغديت أو ما اتغديتش، وبعدين ممكن طلعت واجبات أكتبها لحد ما جت ساعة التمرين لبست وخرجت ورحت تمرين. يبقى مش أنا بعمل الحاجة الأولانية بيحصل بعدها الحاجة التانية على طول، لا ده أنا بستنى فترة على ما أعمل الحاجة التانية. يبقى بعمل الحاجة الأولانية وبستنى فترة على ما بعمل الحاجة التانية، ما بيجوش ورا بعض على طول. ايوه هما بيجوا مترتبين بس في تراخي، يعني في احداث كتيرة بتحصل ما بين الاتنين. طيب حرف العطف التالت اللي هو الفاء، ودي بيفيد الترتيب والسرعة. الترتيب والسرعة يعني ايه الترتيب والسرعة؟ يعني اول ما بعمل الحاجة الاولانية الحاجة التانية بتحصل على طول. زي ما اقول وقعت فانكسر قدمي. اول ما وقعت على الارض رجلي اتكسرت على طول. هو انا هقع على الارض ورجلي هتستأذني هتقولي هو انا اتكسر ولا ما اتكسرش ولا هتلو ولا ما تلو؟ هتقوم مكسورة على طول. يبقى وقعت فانكسر قدم، اول ما وقعت على طول رجلي اتكسرت. مش هقع النهارده واجي بعدها بيومين تلاتة اقول اه ياني ده رجلي اتكسرت من الوقعة بتاع اول امبارح، لا انا خلاص هي انا وقعت خلاص رجلي اتكسرت على طول. يبقى الفاء بتفيد الترتيب والسرعة. طب اخر حرف معانا اللي هو او بيفيد التخيير. زي ما اقول ايه؟ اريد ان اصبح طبيبا او مهندسا. لا طبيب لا مهندس، انا عايزة ابقى طبيب دكتور او مهندس، ودي بتفيد التخيير. يعني لا اما ده لا اما ده. اريد ان اشرب مثلا عصير مانجا او مثلا وليكن ايه بطيخ. اريد الحذاء الابيض او الاسود. يبقى او هنا بتفيد التخيير، يعني لا اما ده لا اما ده. يبقى هو ده درس النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. لو استفدتم طبعا ما تبخلوش عليا باللايك. طبعا هو مراجعة على الاسم والفعل والحرف. حلوا تدريبات كتيرة، لو حاجة وقفت عليكم اكتبوها لي في التعليقات وبإذن الله نشاركها مع بعض وهحلها معاكم على طول على طول. اشوفكم على خير فيديو قادم بإذن الله، وإلى اللقاء.